النهارده هنتكلم على الفيديو اللي انتوا شفتوه ده. انا اما اجي اتكلم على التدخين، انا زي ما سبق وقلت رايي فيه. التدخين دخان، نفس داخل وخارج. الانسان الاولاني كان عايش على راكية نار وماسك مصباح بيهبب في وشه، ده طول النهار بيشمه، ولا شفنا سرطان رئه ولا سرطان مناخير. طبعا زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، دكتور ضياء بيقول ان السجاير صحيه، وان الانسان كان عايش على راكيه نار، وانه دايما بيتنفس الكلام ده بلا 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 الى اخره. احنا مش جايين ننتقد الدكتور النهارده، على فكره في حاجات كتير من اللي هو بيقولها كويسه وهنتكلم على الحاجات دي، وفي عنده وجهات نظر ولازم نسمع لوجهه نظر الاخرين عشان نفهم هم بيقولوا كده ليه، لان بيبقى في تجربه سببها بيكون وجهه النظر دي او الراي. وده مش معناه ان احنا نسمع لاي حد، اهم حاجه ما دام الشخص ده ما بيضركش دايركتلي ان انت سمعت له، مش ارهابي او ما بيقولش حاجه حرام او عيب، يبقى من المفروض ان احنا ناخد المواضيع بسعه صدر عشان نعرف نكتر من افكارنا، لان كل فكره بتفتح لك افق معين في حياتك وانت مش واخد بالك. طيب انا اتفق مع دكتور ضياء عامه ان التدخين مفيد في ان هو بيظبط لك مخك، يعني بيخليك دماغك متظبطه، ولو ان انا ما اقدرش ااكد ده، ولكن واحد. اتنين، ان هو بيهدي اعصاب الناس. تلاتة، ان بيقلل غضبهم. فكل ده يمكن تقريبا هي بيحل مشكلة واحدة، واللي هي الحالة النفسية للشخص اللي بيدخن. ولكن على الصعيد الاخر في اضرار كتير بتحصل بسبب التدخين، من ضمنها اكيد ان هي بتأثر على جسمك بطريقة مش صحية. وده اللي انا جاي حابب اتكلم عليه، مش جاي هاجم الدكتور، انا جاي بس اتكلم على الفكرة دي، لان لما تبقى دكتور ناجح، سواء الناس بتختلف عليك ولا لا، لازم تخلي بالك ان ممكن يكون في ناس على الحركرك ما بين ان هم يعملوا حاجه او لا، او سواء أنا طبعا دكتور او اي شخصيه. الكلام اللي بتقوله ساعات ممكن ناس تاخده وهم في وضع بلبله ما بين الاختيار طريقين، يعني مثلا واحد ياخد منشطات او لا، واحد يدخن ولا لا، لان اللي حواليه بيعملوا الحاجه دي. فلما يبقى حد عنده قدرة ان هو يوصل للناس ويوصل رسالة نص كاملة، او ما بيقولش اللي قصده ما بين الرسالة دي ايه، وممكن الناس تقتطف كلامه، فهتأثر على ناس كتير. وانا هشرح لكم ليه انا شايف فيه قيمة فعلا في الكلام اللي هو بيقوله، من ناحية ان هو السجاير مش هي كل حاجة، وهنشرحها. ولكن لازم نفهم ايه اللي بيحصل بمجرد ان انت تاخد اول شفطة من السيجارة. اساسا السيجارة بتهدي اعصاب الشخص، صح؟ خلينا نتكلم في الموضوع. بس هي بتهدي اعصابك لسبب ان السيجاره خلقت مشكله ان هي بتوترك، لان دي اعراض انسحابيه، فانت لما اتعودت عليها ده اللي حصل. فلما الدكتور يقول ان هي بتريح اعصابه وبتظبط المزاج، ده لان انت اتعودت على حاجه او عاده انت بقيت شبه عبد لها، لان من غيرها مزاجك مش هيبقى تمام، ومن غيرها مودك مش هيبقى تمام. ده زي اي حد مثلا بياكل سكريات كتير، او اكلات مثلا مش صحيه كتير، او بيعمل حاجات غلط او حرام كتير. هي نفس الحاجه الدوبامين. يعني انت اول ما بتشرب السيجاره في 10 ثواني بتوصل النيكوتين يوصل للدم، في نفس اللحظه مخك بيجي له ارتياح، لان خلي بالك وانت بتاخد سيجاره انت بتدخل اكسجين كمان، فهي حاجه كويسه، ولكن دخل معاها حاجات سيئه بتبهدل الجسم جوه، بما ان اكسيد الكربون الاحادي بيمسك في الهيموجلوبين اقوى من الاكسجين، فده بيأثر على الاكسجين اللي يوصل في جسمك، فالقلب بيضطر يشتغل ضعف. فلما القلب يشتغل ضعف يعني ضربات القلب بتزيد، معناها ان ضغط الدم بيزيد، معناها ان الجسم دخل في حاله سرفايفل هو ما كانش مطلوب ان هو يدخل فيها، لان ده يعتبر ستيمولنت. زي القهوه بناخدها في الاوقات الصح لاسباب الصح. ما ينفعش اخد قهوه واقوم داخل انام، لان جسمك في حاله متهيئه، ما ينفعش الحاجه دي يعني. فمن غير كده السيجاره الواحده فيها 7000 ماده كيميائيه، انت ما تعرفش كل ماده دي ممكن تعمل ايه في جسمك. اذا كان الدكتور نفسه بيقول لك الناس ما تعرفش ادويه المسكنات بتعمل ايه، ولا ليه الانسولين بيرتفع، فما بالك لما تاخد 7000 مكون فجاه في سيجاره، وبتاخده عمال على بطال كذا مره في اليوم على مدار ايام كتير وعلى مدار شهور وسنين. فازاي لك ان تتخيل ان ده ما بيعملش ضرر؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بدات عملت عاده لنفسك مش هتعرف تخرج منها، لانها صعب ان انت تخرج منها، لانها بتدمن. انت بتدمنها لان فيها دوبامين قوي جدا. ويا ريت ان انت بتدمن حاجه العائد بتاعها بلس على الصحه، لا دي حاجه العائد بتاعها نيجاتيف، فدي المشكله. فبما انك كده عرفت ان عامه ان السيجاره فيها خطوره برضو، وان مش شرط ان انت تموت بكانسر في الصدر مثلا او في الرئه، لان للاسف الناس بتموت بحاجه تانية خالص، وهي ازمات قلبيه. فجأة حد يطب يموت. الجسم ما بينتظرش ان الرئه تتكنسر عشان يجي لك الكانسر تبقى محظوظ. وما ينفعش ان احنا نبص على واحد عنده 99 سنه بيدخن ونعتقد ان هو كده صح ونسمع منه الكلام، لا، لان ده حاله شاذه، حاله فرديه،
والحلقه دي فيه حاجات كتير هو بيعملها في حياته بتساعده ان التدخين ده ما ياثرش عليه، او جيناته فيها حاجه او ربنا كاتب له ان هي ما تحصلش. وفي الاخر احنا كلنا لينا عمر معين، ولكن مش عاوزين نعيش العمر ده بامراض. دي الفكره. يعني لو التدخين مش هيجيب امراض، دي حاجه اوكي دخل، ولكن التدخين هيجيب لك ادمان، هتدمن حاجه معينه. فبالتالي هنخش في مشكله اكبر، وهي ان انت بقيت يومك كله مترتب حوالين السيجاره دي. فلوسك اولوياتك رايحه في السجاير اللي هي بتحرقها. تمام ماشي، ممكن تكون مزاجك يعني بتساعد مزاجك في حاجه او 2 أو 3، ولكن في الاخر انت مش في وضع تحمد ربنا عليها وتشكر ربنا عليه، لانك عبد لحاجه معينه. العاده نفسها مش بلس، هي نيجاتيف بالنسبه لك، سواء ماليا او جسديا، ان انت بترهق جسمك، او ان هي عاده طبعا بتبعدك عن الاخرين، لان لو في ناس مش عاوزين يدخلوا انت هتبعد عنهم. لو ريحتك وحشه الناس هتبعد عنك. دايما منعزل، هتبقى منعزل في الاماكن العامه، او في اماكن ما فيهاش ان انت ما ينفعش تشرب فيها سجاير، فبتبقى عامل زي اللي مستخبي او الحرامي عاوز تشربها، مستني ان تكسر صيامك عشان تاخد السيجاره بتاعتك، عشان من غيرها ما تعرفش تركز. يبقى انت كده في حاجه غلط. الجسم مش مخلوق بالطريقه دي، ربنا ما خلقكش بالطريقه دي، انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده. فبالتالي اللي انا كنت متوقعه من الدكتور ده ان يخلي باله ان في ناس شباب كتير قاعده وسطها ناس بتدخن، وان انا لما اطلع اقول ان هي صحيه فانت شلت الحاجه الوحيده اللي بتبعد الشخص عن التدخين. يا اخي ان نفترض ان هي ما بتاذيش، ولكن العاده نفسها سيئه، مش حاجه كويسه، بدليل اي واحد بيدخن بيرش برفان مش عارف بيعمل ايه، لان انت مش في وضع صح. اكيد ما اعتقدش واحد حتى لو رايح تصلي مش هتروح تصلي وريحه دخان عليك، لانها ريحه مؤذيه مش ريحه حلوه. فده رايي ان اي حد عنده بلاتفورم، اي حد يقدر ان هو يكلم ناس كتير، لازم يكون مخلي باله ان تاثير كلامه ده ممكن يسبب ايه على الناس. وغير كده الناس لو بدات تدخن، انت مش ملاحظ ان يومك كله متكركب حوالين السيجار، مستني السيجار، بترتب ساعات صحيانك ويومك على السيجار، ما ينفعش. وفي الاخر بتاذي جسمك، وكل شويه لازم تطلع من العربيه عشان تشرب سيجاره عشان خايف على عفش. يعني اذا انت خايف على عفش العربيه من الدخان، مش خايف على صدرك من الدخان، مش خايف على جسمك بالدخان. كلام غير منطقي، كلام انا شايف ان اتوقع احسن من الدكتور. ولكن الدكتور كشخص انا ما عنديش مشكله معاه، بالعكس هيبقى في فيديوهات تانية هنتكلم فيها على مواضيع تانية انا اتفق معاه فيها. وبس اتمنى ان الفيديو ده يكون فادكم، وفي فيديو اتكلمنا عنه في التدخين ممكن تروحوا تتفرجوا عليه. وغير كده هنبدا نتكلم اكتر على التقنيه بتاعه والترا وليه هي مهمه، وايه الحركه اللي احنا محتاجين نعملها الايام اللي جايه كمجموعه، كتيم، كناس بتهتم بصحتها، عشان فعلا نوصل لاساس الصحه ونوصل للطريقه الصحيحه ان احنا نعرف عن صحتنا، من غير لازم ان احنا نستثمر في ابل واتش او ووب او اي حاجه من الحاجات دي ممكن تكون مكلفه للبعض، او اصلا انت هتشحنها مره ومش هتستعملها تاني فمش تبقى مبسوط منها. وبعدين هي للاسف النظام بتاعهم بيعمل لك هوك، عاوز يدخلك عشان يخليك تبقى سبسكرايبر على قد ما تقدر. على العموم هي مفيده للناس، ولكن عامه الشعب هي حاجه زياده عن اللزوم، لان الموبايل بتاعك ممكن يعمل نفس الحاجه. شكرا لكم وهشوفكم في فيديو تاني.